عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. ذكرى الشاب تنهار بالبكاء وتقول راجلي وعائلته مرمدوني في المحاكم. حرام عليكم راني حبلة. وحيث شاركت الزوجة التونسية ذكرى الشاب بمتابعيه عبر حسابها الخاص الانستغرام حالتها العائلية وتفاصيل عن حياتها الشخصية، كاشفا أنها وبعد شهرين فقط من الارتباط حدث مشكل بينها وبين زوجها، وهي الآن على أبواب الطلاق رغم أنها حامل. حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه متأثرة إلى حد البكاء بسبب إجراءات الطلاق، وقالت: نبت في ناس يتبعوا مربد مرا حبلة، يا رسول الله راكم كي تعملوا الخير في مرا حبلة عندكم أجر، حرام عليكم. نمشي نحضر في الجلسات وحدي، وبعد المحامي متاعه يأجل. شنيا الانخطاط والشر هذا؟ راني نمشي للمحكمة ظهري باش يتكسر. وأضافت: أحبالة كاملة معديتها ماشية جاية على المحاكم، نعدي عليكم صباح وليل، اللطف إيش باش تلقاو عند ربي. ألف جلسة أجلوا هادي، يحبوا يمرمدوني ويتعبوني، ما يعجبك في الزمان كان طولو، حبيتوا تعبوني وصلتوا للي حبيتوا عليه، وحرام عليكم، وإن شاء الله قدام ربي ناخو حقي.